اذا مساء الخير، اهلا بكم في حلقه جديده من التحليل الاستراتيجي. بصوا، هي دي حاجه كده ايه زي كيس ستادي يعني، بس ايه بطعم التحليل الاستراتيجي. OLX من الحاجات المميزه فيهم ان هم بيحبوا يعملوا كده ايه زي كامبين تفاعليه في الشارع، زي ما عملوا كده مع امير عيد وده بثروت لما هو كان بيتريق عليه وقال له مش عارف ايه وعمل له راب كده وحط له السي دي في الميكروويف ومش عارف ايه وباع الميكروويف شقاوه كده يعني. فايه كامبين تفاعليه كده ايه، مش اعلان صريح. فانا فكره الخروج بره الصندوق عامه بشكل عام بحبها في OLX يعني، خصوصا ايه مش موجوده في الديجيتال ماركتنج كتير دلوقتي حاليا يعني. الناس بتعمل ايه، بتستسهل الموضوع الاعلانات ده شويه. فالمره دي حبوا يعملوا كامبين الافوره يعني. تعالى نمسك الافوره واحده واحده كده في الكامبين اللي اتعملت، نشوف حصلت ازاي وازاي ممكن تكون افورت منهم زياده في حته معينه. مش عارف بقى هم كانوا واخدين بالهم ولا لا يعني، بس ايه افورت في حته معينه كده. المهم المفروض ان في واحد متشال على الاكتاف كده ماشي في الشارع يعني، بيبيع حاجه ايه ب3.5 وتعالى بص والجو ده كله، وان ايه حاجه ظهرت في الشارع مره واحده كده زي ظهور ناس ثانيه يعني، والناس المفروض ان هي بتصور والكلام ده كله. فالافوره بقى هنا فين؟ ان المفروض تكون دي حاجه خارقه للطبيعه، بحيث ان الناس بقى ايه تصور في الشارع تقول لك ايه ده بص مش عارف ايه يا نهار ابيض. انما هي الناس اتعاملت مع الموضوع اللي هو ايه، لا ده بيصوروا اعلان او فيلم، حاجه مش حاجه كبيره يعني، قشطه يعني. طيب ليه بقى حصل كده؟ انت لو لاحظت الصرف الموجود على الرجاله اللي شايله الراجل والهودج المعمول الخشب والستاير واللبس والكلام ده كله، فتحس ان في ايه في حد صارف على الموضوع ده، مش مجرد مثلا دي حاجه عشوائيه عاملها هوم ميد يعني معموله، لا في حد مكلف من ورا الموضوع. واحنا الشعب عندنا ذكي شويه الصراحه يعني. ففكره انه ايه ده في ناس رجاله في الشارع والجو ده كله يعني لا ما كلتش معاهم، ده عارفين في اعلان بتصور يعني مش مشكله دي اول حاجه. المهم احنا عشان نبين الافوره اكتر، فاحنا حاطين حد من عندنا بيصور بالكاميرا كده من فوق الكوبري على انه ايه شخص طبيعي. يا مجانين، شفت يا الحوار ده؟ خد يا زياد، ولا بص الحوار ده ايه الحوار ده يا جدعان يا خد يا شفت ايه ده بص يا مجانين، ده انا طبيعي جدا لوحدي كده اهو بصور اهو زياد اهو انا بصور اهو. بس يا زياد انا لوحدي، انا مش معاهم، شارع معايا صاحبي عادي اللي هو مش تبعنا. ودي تاني افوره صح، ان هو حاول يافور ان هو طبيعي، حاول يبين قوي ان هو ايه ده انا مش معاهم خالص يعني. فايه عشان الموضوع يفايرل على النت والكلام ده. طيب عشان نزود في جرأة الافوره في الاعلان، اتفقنا مع مين؟ شادي سرور واحمد حسام. ويل تشوزن صراحه. لقيت الناس بتركب بعضها مرجحه، والصراحة في الواقع أنا تخيلت إن بعد غلاء أسعار البنزين الناس هتبيع عربياتها وتجيب موتوسيكلات. فبفتح الفيسبوك ببص لقيت التفاهة دي. هي التفاهة وصلت بينا للدرجات دي. ما علينا عامه، انا مش هحب اتكلم عن النقطه دي عشان دول اخوه زملاء يعني. بص بقى ايه تالت افوار زياده في الموضوع بقى، ان هم يجيبوا ان انا شخصيا اعمل التحليل الاستراتيجي على الفيديو. الحاجه اوفر اصلا، مفيش حاجه تتحلل يعني، فاهم ازاي؟ ده انا بس قاعد بافور يعني. انت يعني قاعد من اول الفيديو وعمال تتفرج اهو، شايف ان مفيش حاجه تستاهل، وعمال اقرص على نفسي في الفيديوهات عشان اعمل لك حاجه اوفر اصلا بس برافو OLX الصراحه يعني، هم اختاروا حد زيي يعني. ده كان قرار في منتهى العبقريه والذكاء في ان هو يضيف لهذه الحمله. ويظهر بقى الاعلان الاخير بقى اللي هو فيه ايه ستايل سوق العصر وكده يعني، واستاذ احمد عبد العزيز والكلام ده كله كلام اوفر برضه. اني خلاص جبتي ايه؟ جبتي مصاريف العربيه على الارض، جبتي مصيبه وحطت علينا كلنا. بس اللي عجبني انا الصراحه ان هم شخصيا قالوا ان انت ايه في اخر اعلان انه ده اعلان اوفر، وان الموضوع كله اوفر وانتوا عيال اوفر شخصيا، وان الموضوع مش محتاج الافوره دي. هم دول ولاد المغازين، انتوا عيال اوفر وده اعلان اوفر، مش محتاج تافور ولا تعمل كل ده عشان تبيع حاجه. الكامبين لطيفه الصراحه وفكرتها حلوه نوعا ما، بس كيس بعض الافوره في فكره الصرف على الهودج اللي كان معمول، واختيار ازاي انه نتعامل معاها في الديجيتال ماركت يعني. لو كانت تزود عليها بعض الاضافات يعني كانت فايرالت بشكل اكبر بكتير. ودي طبعا وجهه نظر شخصيه بحته من شخص جاهز يعني. فالمهم ممكن نضيف ايه زي ايه مثلا، لو كان في حد واقف في الشارع بيبيع مصباح السحر ده من غير هودج ولا اي حاجه يعني، قاعد لوحده كده يعني ايه وبيدعك المصباح، واحنا بنحط ب 3 جنيه جرافيكس تقريبا كده بيخلي المصباح مثلا ايه يطلع الماتش مثلا، او مثلا يجيب حاجه ساعه. وفي واحد مصور مثلا من ضمن الناس اللي ايه قاعده بتتفرج مثلا على اللي بيبيع المصباح ده، فاهم حاجه كده ايه من غير حتى ما يتكلم. ساعتها كان الفيديو ممكن يثير جدل اكبر واوسع، حتى لو الناس عارفه ان ده جرافيكس مش مشكله، بس هي انه ممكن يقولوا ايه ده الله ده حقيقي ولا لا، هو فين بيتباع فين مش عارف ايه، فيشوفوا مثلا اعلان ان هو موجود على OLX فتيجي تخدم الدعايه اكتر. ساعتها انت تريفيل ان هو لا والله انت مش محتاج تبقى ساحر مثلا عشان تبيع حاجه في كده، لا مجرد انت تحطه على OLX. فيها افوار بس في نفس الوقت فيها جدل اكتر وفيها تفاعل اكتر والكلام ده كله. يلا هي فكره اعلان ببلاش اهي، صحيح انا حرقتها عليكم انا عارف يعني، بس يعني هي دي الافوار. يلا دي انت اهو من هنا.